السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا نشوف اللوحة الجميلة دي وحكاية النهاردة. في أكلة النهاردة تبقى إيه؟ طبعا واضح جدا محشي الكرنب مع الصوص كده حواليه يا جماعة، له طعم تاني. يلا بينا نبدأ. هنا جبنا المية بتاعتنا وبتغلي مع ملح وكمون، وبدأنا نحط الكرنباية كده الأول على وشه، وبعد كده قلبناها تاني على الناحية التانية على ناحية العروق كده، وبدأت أسحب واحدة واحدة. تتبيلة البطة عبارة عن بصل مفروم وطماطم ومعلقة صلصة بوريه مع ملح وفلفل وحبهان، وجبنا هنا البرتقال معانا هنضيفه بعد ما نتبل البطاية معانا. البطاية طبعا عملنا لها محلول نقع وبعدين فتحناه عملنا لها شقوق كده زي ما احنا شايفين. بحاول ادلك كده من جوه وتحت الجلد وبره الجلد، وبدأت احط البرتقال من جوه. وممكن تسيبيها كده حبة، بس انا بصراحة ما كانش عندي وقت ان انا اسيبها تاخد تشرب التتبيلة. بس هي بصراحة يعني اللي بيحب بقى ايه شوربة البط يسلق عادي، لكن اللي مش بيفضلها ومش بيستخدمها إيه، انا ضفتها هنا في الكيس الحراري. وطبعا قالوا لي بعد كده تتعمل بالطريقة دي لان عجبتهم جدا إيه معايا في البيت. وبدأت احط الطماطم على الفلفل. انا كده كده مش بستخدم شوربه البط، فمش فارق معايا ان انا احطها في الكيس الحراري ومفيش مشكله. ضفتها في الكيس الحراري طبعا جميل، تسويه هايله، تحمير من غير بقى لا تحمري ولا تقلي ولا اي حاجه خالص. بعمل هنا فتحات في الكيس عشان ما بفتحش مننا جوه الفرن. وضفت كوبايه ميه وضفتها على الفرن على طول على درجه حراره 180. هنا من ساعة كده من ساعة ونص لساعة ساعتين الا ربع كده في الحدود دي. وهقول لك هتعرفيها انها استوت ازاي كمان عشان تتاكدي قبل ما تخرجيها من الفرن. قطعنا ورق الكرنب كده. طبعا بتقطعي الورق على قد ما المقاس اللي انت حباه. كل واحد بيختلف من وقت يعني من حبه للتانيه كده مع نفسك كده. ببدا كده الف كده المحشي. طبعا كلنا عارفين خلطه المحشي. ويا جماعه بصوا هقول لكم على حاجه، الصوص اللي بيتبقى شويه كده ما بينشفش في جوه المحشي سيبوه. والله يعني انتوا هتاكلوه قبل المحشي، تعتبروا كده تاخدوا الصباع معاها يعني حلوه جدا. هنا عملنا خلاص البطه طلعت زي ما انتوا شايفين كده، وشايفين متحمره وبالراحه عشان الكيس بيبقى سخن جدا عليكم. وبفتح كده واحده واحده على قد عشان اقدر الدخان يبدا يهدى، وابدا اخرجها من الكيس الحراري. بس زي والله يا جماعه يعني بامانه طعم تحفه تحفه، احلى كتير من المسلوقه. وهنا طبعا كان عندي شوربه ضفتها على المحشي. انا مش برمي اي كوبايه شوربه، بحتفظ بيها في الفريزر، بحتاجها في اي وقت زي كده. اعملي ملوخيه، اعملي حاجه وطلعيها بصي بقت بالجمال ده. طبعا اوعي تنسي الرباط اللي انتي ربطتيها عشان ما يقولوش ده نسيت. هنا المحشي خلاص قرب مع الصوص بقى. الميه شويه الشوربه اللي في الكيس انا ضفتهم هنا لو حابه تركيز مع اي حاجه مع الكبد بتاعتها والقوانص. ويلا كلي بألف هنا والشفا وجربوها، قولي رأيكم فيها ايه. ايه رأيكم؟